بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رفقاتنا في الله، كيفكم؟ أخباركم؟ نتمنى أنكم بصحة وعافية. تحيات رضا فهد الجزائر الحر لكل متتبعي قناة رضا فهد. نأخذكم في هذا الفيديو بإذن الله القصير إلى طريقة كيفية وضع على منصة اليوتيوب فيديو عام أو فيديو غير مدرج أو فيديو كعرض أولي مبرمج بتاريخ ووقت. على بركة الله نبدأ. تذهبي إلى منصة اليوتيوب، في علامة زائد في الأسفل، مع تجد عبارة الصفحة الرئيسية شورتز، علامة الزائد، الاشتراكات أو أنت. تضغط على علامة الزائد هكذا، تطلع عندك الواجهة هذه اللي فيها تنزيلاتك كلها، سواء صور أو فيديوهات. احنا حاليا عم نحكي على الفيديوهات، كيف تنزل فيديو عام أو غير مدرج أو عرض أولي. في عبارة هنا فيديو أو شورتز أو بث مباشر أو مشاركة. نحن معنيين بعلامة أو كلمة فيديو لكي ننزل عرض. تمام. نذهب إلى أي فيديو، مثلا نختار هذا الفيديو، بشرط الفيديو ما تكون فيه موسيقى، حقوق طبع أو نشر، أو الفيديو يكون مملوك لصاحبه. نضغط على هذا الفيديو مثلا على سبيل المثال، يطلع عندنا الفيديو. يدينا مباشرة إلى هذه الواجهة. عندنا العنوان، تختار العنوان اللي يناسبك، تكمل العنوان تاعك. إذا بدك تضيف وصف، تخرج لك الواجهة هذه، تضيف الوصف نتاعك فيما يخص الفيديو ومحتواه، تعمل مقدمة، عرض، وختيمة بطبيعة الحال مع علامة الهاشتاج اللي هي هذه. هذا هو الهاشتاج، هذا الهاشتاج. تمام، أظن أنه مفهوم بإذن الله. ترجع هذه الأسفل، أكيد الموقع جغرافي أو إضافة إلى قوائم التشغيل، سماح بإنشاء ريميكس. هذه العلامة السماح بإنشاء ريميكس للفيديو والصوت، يعني تنجم السماح بإنشاء ريميكس للفيديو والصوت، يعني أي أحد ينجم يهز الفيديو تاعك. السماح بإعادة مزج الصوت فقط، يعني الفيديو لما تنزله تسمح للمتابع والمشاهد أنه يهز غير الصوت برك. عدم السماح بإعادة المزج، ما ينجم يهز حتى حاجة. نرجع هنا النقطة اللي تهمنا، مستوى العرض. عندك علني، يعني تنزله يروح لمنصة اليوتيوب للمتابعين مباشرة. غير مدرج، وش معناتها غير مدرج؟ أنه يبرمج بوقت، لكن الفيديو راهو شغال، عبارة يعني راهو عرض أولي وعلني. عندنا خاص، هذا خاص، تنزل رابط، تبعث الرابط للإخوان عن طريق الجيميل تاعهم. هذا ما يخصناش احنا اللي يهمنا أنه تبقى العلامة فوق علني، ونروحوا إلى تحديد موعد النشر. هذا اللي يهمنا. تجدون هنا عبارة ضبط الفيديو كعرض أولي، نضغط عليها ونروحوا نبرمجوا الوقت. احنا اليوم يوم الخميس 18، أنا بدي مثلا أنزل هذا العرض يوم السبت. نضغط على تاريخ يوم السبت، ندير موافق، ونختار الوقت اللي يساعدني لا، مثلا الناس اللي تعود فيه جالسة وما عندهاش، نديرو مثلا الساعة 6 بتوقيت الجزائر. دقيقة، نعيدو 18، ونضغط على العلامة نتاع الوقت. هكذا درنا العرض عام أولي. هاو لهنا ضبط الفيديو كعرض أولي.
ومضبط بالوقت ومضبط بالتاريخ. اوكي، نعاود نعمل عنوان مثلا، نديرو اغاني الفنان نادر الشراري، هكذا. ونروحو مثلا نديرو علامة الدياز، علامة الهاشتاغ، ونكتبو نادر، هنا خرجت نادر الشراري مثلا. ونديرو لهنا أغاني مثلا خليجية مثلا، نديرو واش ظهر لكم نتوما، المهم على حساب الفيديو. وفي الأخير واش دير، تضغط على تالي. هنا إذا حبيت تلغي التعليق دير نعم، الفيديو مخصص للأطفال، تعود تعليق ما كانش اللي يعلق عندك، يديروك البصمات والمشاهدات. إذا بدك أنه يكون في تعليق تضغط على علامة لا، الفيديو ليس مخصصا للأطفال، وتنزل هنا تحميل الفيديو. تروح تحميل الفيديو مباشرة، تروح الفيديو حاليا راهو عاد عم يتحمل، انا ما بدي نزلو، ندير حذف. وبالطريقة هذه راك اكملت باذن الله الخطوات الكل، وعملت عرض اولي مبرمج بالتاريخ ومبرمج بالوقت. واخيرا في امان الله، ونتمنى انكم استفدتم من المعلومة هذه. المرجو رفع منتديات وبصمات لهذا الفيديو، وبارك الله فيكم جميعا، وموفقين بإذن الله، وفي أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.